كل سنة وأنتم طيبين. عادةً أنا وماما وأختي وخالتي وبنات خالتي لو مثلًا عندنا event في رمضان بنستلف من بعض الحاجات اللي هي الرمضانية اللي بتتلبس في season واحد بس. جاية هنا أشجعكم أولًا تعملوا كده، ثانيًا لو هتشتروا حاجة جديدة لرمضان بصوا الأول على applications اللبس المستعمل، زي مثلًا فريك ولبسي. هاوريكم في الفيديو ده كذا piece عجبتني من الapplications دي ممكن نشتريها. لما بنشتري حاجة مستعملة ما حدش كان عايزها بننقذها من الرمي وبنديها حياة تانية. اوكي هنبدأ application لبسي. أول حاجة عجبتني قوي الشنطة دي، ممكن تلعبوا بالاكسسوارز في رمضان. الشنطة دي كمان تحفة، مش لازم قفطان أو حاجة يعني مشغولة قوي، خصوصا لو انتوا الستايل بتاعكم يعني بسيط. الفيست ده كمان لذيذ قوي، دايما بدور في رمضان على حاجات أنا ممكن ألبسها لبعد رمضان كمان عادي جدا. طيب لو انتوا بقى بتحبوا القفطانات، في قفطانات هناك وسعرها أقل بكتير من لو هتشتروها جديد. وفي جاكيت كده لذيذ قوي، حسيته برضو ينفع مناسبات مش لازم رمضان بس. نيجي بقى فريك، هو نفس فكرة لبسي يعني. بصوا ده عجبني جدا، حسيته فينتج كده وينفع رمضان وغير رمضان. دي بقى القفطانات العادية، القفطان ده شيك قوي وده كمان حلو قوي، تو بيسز كده. حاولوا برضو لو هتشتروا جديد تشتروا قطعة، يعني ممكن تلبس بكذا طريقة ومش تلبس مرة واحدة وخلاص، أو طبعا سلفوا واستلفوا. وبس كده، رمضان كريم.